هو يحيى عطية الله فين دلوقتي؟ احنا بنتكلم في الحلقة التانية من اللعيبة هي فين دلوقتي، واللاعب اللي معانا النهاردة هو يحيى عطية الله. يحيى يا عزيز البداية والحكاية كانت مع الوداد المغربي من 2020 لحد 2024، ودي يا جماعة كانت الفترة الذهبية ليحيى عطية الله. عطية الله كان مبهدل الخط الشمال، جاب الدوري مرتين مع الوداد وشال دوري ابطال افريقيا معاهم موسم 2022، غير طبعا العروض التاريخية في ماتش البرتغال اللي خلت المغرب في نصف نهائي المونديال. وفي الوقت ده كان اي حد يتمنى ان يحيى عطية الله يبقى في فريقه. بعد الوداد عطية الله خد خطوة الاحتراف وراح سوتشي الروسي في فبراير 2024، تجربة غريبة جدا. طبعا بعد إصابة علي معلول ظهر الأهلي في الصورة وخلص فيه في أغسطس 2024 إعارة لمدة 6 شهور. بصراحة بقى يا عزيزي التجربة في الأهلي كانت صدمة. أنا مش عارف هو لاعب إمكانياته عالية فعلا والظروف مش معاه، ولا هو كان ترند وخلاص. يحيى عطية الله مع الأهلي قدم نسخة بأخطاء دفاعية كارثية ومساهمات هجومية ضعيفة لدرجة إن الجمهور بدأ يترحم على أيام علي معلول وهو لسه بيلعب. عطية الله رحلته مع الأهلي خلصت رسميا في يوليو 2025 بعد انتهاء الإعارة، والأهلي ما قررش يفعل بند الشراء. حاليا يحيى عطية الله رجع لنادي سوتشي الروسي وبيحاول يجمع نفسه من تاني عشان يثبت انه لسه عنده كتير يقدمه. ما تنساش تكتب في الكومنتات رأيك في يحيى عطية الله، وتحب نتكلم عن مين الحلقة الجاية، واعمل لايك واشتراك عشان تعرف مين فين دلوقتي.